وده بقى كان فطارنا النهارده. طبعا بقى الاولاد قالوا بقى ايه، احنا عايزين بقى لنا فتره ما كلناش بيتزا. فقلت لهم خلاص تعالوا بقى النهارده نعمل بيتزا بقى كده. والنهارده كان بابانا فطران بره، فقلنا بقى ايه، هو ملوش في المعجنات او في رمضان. فقلت لهم خلاص تعالوا بقى بالمره بدل مش موجود نعمل بقى ايه بيتزا لينا. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. والنهارده هنعمل بقى صوبيا كمان. بس بقى ايه بيتزا النهارده، يعني ايه، هم انا اولادي ما بيحبوش البيتزا اللي بالبيبس، فعشان كده هم يشربوا ايه، هيشربوا. فانا هعمل ليه، بس هعمل ليه انا كوبايه بلح. وبقى ايه، احنا جايبين صوبيا ما عملتهاش من اول رمضان، فقلت اجربها في كوبايه واحده ليا. يعني ايه، هم لو حابين ممكن ياخدوا شويه يجربوها. بس هم ما لهمش في الصوبيا، وقلت عشان في بيبس وكده ممكن ما يرضوش ايه يشربوا منها، فقلت اجرب بس كوبايه. فهبدأ بقى معاكم واعمل النهارده الزبادي. طبعا الزبادي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت، فاحنا ايه مش هنعمل طريقته. بس انا كنت بوريكم الروتين بتاعنا النهارده في المطبخ. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين احنا غسلنا البلح كده، هي كوبايه بلح بس زي ما قلت لكم. وهعملها في نفس الكوبايه، يعني مش هعمل بقى في شفشق لوحدها وكده، لا. هو على قد الكوبايه هسيبها بقى زي ما انتم شايفين. انا غليت اللبن ورحت حاطه ايه، بعد ما غسلت البلح وحطيت شويه سكر ورحت حاطه ايه على وشه اللبن سخن، وهسيبه بقى ايه عشان يبوش. وزي ما انتم شايفين بقى كده انا بوريكم هنا برضو الصوبيا احنا جايبينها من كارفور، مش عارفه من سعر 98 ولا 97 ده اللي هو الكيلو. احنا جبنا ايه، جبت 100 جرام بس عشان احنا ملناش في الصوبيا، او بس بعد ما عملتها بصراحه كانت طعمها حلو، قلت بعد كده ايه هجيب منها كتر. وجبت بقى كمان، يعني سمعت ان اللبن اللي هو الجاموسي مش حلو قوي ليها، فالله اعلم بقى بجربها برضو باللبن الجاموسي واقول لكم رايي يعني. فجبت بقى كده زي ما انتم شايفين كان نازل عرض في كازيون لبن اسمه ميلكي لاند. كان نازل ب 13 جنيه، فجبته بقى ايه قلت اجرب فيه. بس طلع طعمه حلو، وطلعت الصوبيا نفسها طعمها حلو. حطيت ايه بقى كوبايه لبن وعليها نص كوبايه ميه عشان تبقى طعمها ايه احلى. عايزين تحطوا كوبايه قصاد كوبايه مفيش مشكله. وبعد كده بقى نزلت بمعلقه ونص، يعني كل كوبايه قصادها معلقه صوبيا وقصادها معلقه سكر. ورحت حاطه بقى شويه فانيليا كده وضربتهم بقى مع بعض في الشفشق. حتى بصوا ريحتها باينه، يعني انا عشان صايمه فمش هينفع ادوقها، بس ريحتها جميله. وفعلا بعد الفطار لما دقتها كانت طعمها جميل. وبعد كده زي ما انتم شايفين انا استنيت بقى اللبن، زي انا كنت بغليه استنيته لغايه ما هدي كده. وبدات بقى ايه، حطيت الخميره، كان عندي الخميره اللي هو كل مره بعمل كوبايه زياده عشان تبقى ايه دي الخميره. ورحت ضربها بقى ايه، حط شويه سكر ورحت ضربهم بقى مع بعض كده في الخلاط. وزي ما انتم شايفين بقى ايه هسيبهم بقى ايه. الاول شغلت الفرن وحطيتهم في الفرن، بقيني انا ناسي انا كده كده هشغل عشان البيتزا. يعني المفروض ما كنتش شغلت الفرن، بس مش مشكله هنشغله تاني. وحطيت بقى الزبادي ده عشان تتعمل. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين الدقيق ده اول مره اجيبه، اللي هو اسمه احلى مذاق ده، انا عمري ما جربته. انا بجيب الاطيب وبجيب فيه نوع تاني اللي هو افصانه، بس افصانه اللي هو في بيم غالي قوي للاسف، وصل ل 38 جنيه. والدقيق الاطيب وصل ل 32 جنيه. فزي ما انتم شايفين بقى اخدت نص الكيس كده ونزلت عليه بمعلقتين لبن بودره. وهنزل برضو بمعلقه خميره اهي، معلقه ممسوحه كده، معلقه خميره. نص كيلو عامه بيبقى معلقه صغيره عليه. لو انتوا عاملين كيلو بتحطوا معلقه، لا اما معلقه اللي هي الاكل الكبيره لا اما معلقتين. وبعد كده حطيت بقى ايه معلقتين سكر كمان. وحطيت بقى كمان شويه ملح كده ومعلقه بيكنج باودر ممسوحه. ونزلت بقى بمعلقتين زيت بقى. طبعا بقى لو في زيت زيتون يا سلام، بس للاسف بقى ما عنديش زيت زيتون، بس تمشي ايه هيجرى لها ايه يعني، هتبقى حلوه برضو. وبعد كده قلبنا بقى كل ده مع بعضه. وهبدا بقى انزل بميه عاديه من الحنفيه عجينه، ما بتحتاجش ولا ميه دافيه ولا حاجه. هو بقى الخميره صحيح لو نسيت اقول لكم، بس الخميره دي انا مجرباها. لو انتوا جبتوا اي نوع خميره وما تعرفوش ان هي حلوه ولا مش حلوه، حطوا بقى شويه ميه دافيه ومعلقتين سكر كده وحطوا فيها كيس الخميره. لو عملت الفقاقيع دي تبقى دي خميره مظبوطه، ما عملتش يبقى ايه دي خميره مضروبه. وبعد كده زي ما انتم شايفين هنبدا بقى نعمل بيتزا. الصلصه بتاعه البيتزا انا ما بشتريهاش على فكره. فجبت فصين توم كده ورحت نازله بقى بايه بشويه زيت اديت كده لون اصفر كده. ورحت نازله بايه بمعلقتين صلصه من الصلصه اللي انا عاملاها في البيت.
وبعد كده بقى ايه نزلت بحوالي نص معلقه سكر كده. ورحت بقى جايبه برضو ورقتين ريحان عشان احطهم على صلصه البيتزا. انا زرعاه في البلكونه فريش، جميل الريحان على فكره على صلصه البيتزا. ولو انتوا حابين تزرعوه هاتوه من عند العطار، قولوا عايزين بذور ريحان كده وزرعوه، بيبقى جميل قوي على البيتزا. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين انا حطيته كده على صلصه البيتزا. وهبدا احط برضو فلفل اسمر وملح على الصلصه، واديهم بقى ايه يدوب على النار كده شويه واروح قافله عليها. تبقى طعمها خطيره يعني صلصه البيتزا. بدل والصلصه انا بقول لكم ان انا عندي من البيت، ان انا عامله الصلصه اللي هي ايه برطمانات الصلصه دي عاملاها في البيت. وبعد كده بقى سبت العجينه، طبعا سيبنا العجينه لما تخمر. وجيب بقى ايه قطعت خضار، حتى للاسف ما كانش عندي زيتون، فكل اللي قطعته طماطم على دي البيتزا الفقيره يعني. حتى كان عندي شويه الجبنه الموزاريلا قليله، فجبت عليها ايه جبنه رومي عشان خاطر البيتزا الجبنه الموزاريلا قليله. وانا بصراحه ما روحتش فتح الله بقى لي فتره. فزي ما انتم شايفين بقى كده فردنا البيتزايه، وهبدا كده بالشوكه كده عشان خاطر ايه ما تزيدش خمران في الفرن، فهبدا اخرمها كده اهو. وبعد كده ابدا بقى اجيب الجبنه اللي هي جبت الجبنه الرومي برضو بشرتها كده. هبدا الاول احط الصلصه على البيتزا بعد ما فردت البيتزايه على بعضيها كده. هبدا احط الصلصه بقى على وشها كده، وانزل بقى ايه بالجبنه معانا اهو شايفين بقى كده. انزل بقى افرد الصلصه كده على وش البيتزا. وبعد كده انزل بقى بالخضار بتاعنا زي ما قلت لكم بقى. الخضار بتاعنا عباره عن فلفل وعباره عن طماطم، ويا ريت بقى لو في زيتون اسود بس للاسف ما عنديش، وايه مرضتش انزل بقى حد وكده يجيب تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. فردتها بقى كده على البيتزا. ولولو بقى ايه قالت لي انا هفرد يا ماما صوريني، عايزه تعمل بقى معانا. وبعد كده اهو بدأت بقى افرد الاول، هعمل طبق الجبنة من تحت الاول، وبعد كده افرد الخضار، وبعد كده افرد طبق الجبنة تانية اهو كده بعد ما قبل ما احطها في الفرن. وبعد كده ايه ده فطارنا بقى. اتفضلوا معانا البيتزا بعد ما استوت. وقالت جنبهم شويه بطاطس مش كتير قوي عشان خاطر ايه هو الفطار الاساسي البيتزا، بس احنا قلنا ايه يعني ايه تبقى جنبها كده البطاطس. وزي ما انتم شايفين بقى البيبسي بقى الصوبيا اللي طلعت خطيره قوي على فكره، والبلح. وتفضلوا معانا بقى وكل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى بتحضروا اكيد لكحك العيد. مين يا جماعه عمل الكحك؟ انا لسه ما عملتش. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. والسلام عليكم.